صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا منى ودي قناتي طبخ اتعلمي واعملي بايدك. هنعمل النهارده مخلل جميل جدا بقى، مش هقول لكم يعني، وبيجي كده مخلل اللي هو الكرنب، اللي هي بواقي الكرنب دي. وعندي كمان قرنبيط، بواقي القرنبيطه اللي هي بتقعد تتفتفت دي، الحاجات اللي انت عارفين لما بتقعد تطلع الحاجات الصغيره. وشويه خيار. عندنا اول حاجه خالص، عندنا معلقه سكر، هنحطها في البرطمان كده. السكر لازم سكر، واخدين بالكم. عندنا كمان توم اهو، هنقسمه نصين، هنحط واحده بس تحت كده دلوقتي، وبين كل يعني بين كل واحده نحط ايه نص. تمام. عندنا كمان شطه اهي، وعندنا خل وملح رشيدي اللي هو ملح الخشن، وعندنا كمان خل، والبنجرايه دي بتخلي طعمه وشكله كمان حلو. اول حاجه هنقطع البنجرايه اهي، ملهاش لازمه دي يعني، كنت شايلاها في الفريزر عشان كده هي طريه شويه، لكن ما بيأثرش فيه ولا اي حاجه. هنحط اهو تحت واحده، ونركن كده على جنب، ونجيب بقى الكرنب ده ونقطع كده عشان تبقى على قد الايه الايد. تمام. ونبتدي نحط السكر، يخليه يفضل مقرمش لغايه اخر واحده، وكمان هو ماده حافظه السكر يعني معروف، واخدين بالكم. قطع اهو كده، ونقطع كمان، نحط قرنبيط، خيار، انا بحط الخياره بحالها، كبير شويه ده بنقطعه نصين كده. ونحط واحده بنجرايه. تمام. ونكمل بقيه الكرنب تقطيع. نحط الثوم، بتقطعي اهو. كده احنا خلصنا اخر حاجه اهو. تمام. هنشوف بقى نعمل المحلول اللي هنحط فيه بقى ده ازاي. جبنا اهو لتر ميه. تمام. هنحط فيه اللتر، بياخد 3 معالق ملح رشيدي من الخشن ده. تمام. الشطه هنحطها هنا، وعندنا الخل برضو، الخل زي 4 معالق كبار. خلاص. هنقلب دوت كده مع بعض اهو.
ونبتدي نحط الميه. على فكره الملح الخشن ما بيدوبش بسرعه، فانت تحطيه ما يجراش اي حاجه، يعني مش هيجرى له اي حاجه، هو هيدوب مع الوقت لغايه ما نغطي البرطمان خالص. اهو نغطي كل الخضار، شايفين اهو تمام، وهنغطيه. ومش هياخد اقول لكم ايه، اسبوع بالكتير وهتاكلي احلى مخلل والله. تحطي جنب الاكل هيعجبك جدا جدا جدا. اشوفكم اشوفكم بقى لما ايه يستوي واوريهولكم هيبقى عامل ازاي. يلا اشوفكم على خير. شايفين ادي مخلل الكرنب والقرنبيط، وادي الخيار شايفينه عامل ازاي. جربوه مش هتكلفوا اي حاجه. دي بواقي اصلا الكرنب والقرنبيط اللي هو بيفضل لما بنيجي نجيب كرومبة وقرنبيطة. متنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا شير. انا منى ودي قناتي مطبخ اتعلمي واعملي بايدك. مع الف سلامة، مع الف سلامة، وشكرا على المشاهدة.